ليلة الخميس 21 من سبتمبر للعام 2023 مجموعة مسلحة خارجة عن القانون تطلق النار على مبان تابعة لبلدية الخليل وعلى مركبة نائب رئيس المجلس البلدي الدكتورة أسماء الشرباتي، وعلى عيادة زوجها الدكتور أمجد الحموري، وعلى عدد من المباني والمؤسسات العامة. فما الذي يجري وما هي الخلفيات والدوافع؟ بالتاريخ 27 من مارس العام 2023 أجريت الانتخابات المحلية في الخليل، والتي فازت فيها قائمة الوفاء للخليل التي تضم معارضين للسلطة ولقائمة التنظيم برئاسة تيسير أبو سنينة القيادي السابق بالتنظيم. ومنذ ذلك التاريخ بدأت حملة من المضايقات والمعيقات لإفشال المجلس البلدي الجديد، كان أولها اتخاذ التنظيم قراراً بفصل القيادي رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة من التنظيم بسبب قيادته لقائمة معارضة للتنظيم، وتلاها عملية تقليص في إمدادات المياه الواصلة لمحافظة الخليل وتقصير بالدعم المادي، حتى وصل الأمر لإطلاق النار على مباني البلدية والاعتداء على طواقمها وأعضاء مجلسها البلدي وإحراق مركباتها. ففي 6 من سبتمبر للعام 2023 تم إحراق مركبة تابعة لقسم الصحة والبيئة والاعتداء على العاملين بها من قبل مجهولين بعد تنفيذ البلدية لقرار إزالة تعديات ومخالفات. وبتاريخ 21 من سبتمبر للعام 2023 وقع إطلاق نار من قبل المجرمين حمزة وعمار ونجم الجمل على مركبة نائب رئيس البلدية ومبان ومؤسسات في مدينة الخليل، على خلفية رفض توظيف أحد الأشخاص المقرب من عظام الرقبة لعدم استيفائه الشروط المطلوبة لها. حادثة إطلاق النار هذه تبعها ليلة أمس 25 من سبتمبر للعام 2023 محاولة اغتيال عضو مجلس بلدية الخليل الدكتور عبد الكريم فراح وإحراق مركبته من مجهولين أثناء خروجه من اجتماع للمجلس البلدي. هذه الاعتداءات يبدو أنها لن تكون الأخيرة، لأن الأجهزة الأمنية والسلطة لم تتخذ أي إجراء بحق الجناة معروفي الهوية، وهذا ما يدل على أن تنفيذ عمليات إطلاق النار تجاه البلدية وأعضائها مدعوم من جهات متنفذة بالسلطة والتنظيم، خصوصا أن آخر الضغوط الممارسة على البلدية جاء من قبل كتلة التنظيم داخل المجلس البلدي التي أعلنت الاستقالة من المجلس. فماذا تعني استقالة كتلة في البلدية من مجلس البلدية بعد الاعتداء على البلدية وعلى نائب رئيسها وزوجها بدلا من الوقوف ضد الفساد والبلطجية؟ وهل الاستقالة الجماعية متعمدة لإضعاف المجلس البلدي المنتخب؟